في وقت كبير قوي بيضيع منك وانت بتمنتج، والسبب انك مش بتستخدم اختصارات الكيبورد، فبتفضل طول الوقت رايح جاي في التايم لاين. وحتى الاكشنز اللي بتاخدها سواء كانت كات او حتى كوبي وبيست بتاخد منك وقت اكتر من الطبيعي. فدلوقتي انا جبتلك اكتر 8 شورت كات هيسهلوا عليك شغلك ويوفروا عليك وقتك. قبل ما نبدأ يا جدعان لازم تعرفوا ان دافينشي ريزولف بيقدم لكم خدمة الديفولت شورت كات بتاعة برامج المونتاج التانية زي ادوبي بريمير وفاينل كات برو، ودي تقدروا تعملوها من دافينشي ريزولف كيبورد كاستمايزيشن. وتيجي هنا على كلمة دافينشي ريزولف تتكوا على السهم ده وتختاروا الكيبورد كاستمايزيشن اللي انتوا عايزينها، سواء كنتوا بتستخدموا الديفولت شورت كات بتاعة بريمير برو او فاينل كات، او عايزين تستخدموا بتاعة دافينشي ريزولف، او هتعملوا بيرسونال شورت كات زي ما هنشرح في الفيديو ده. حتى لو معاكم مثلا شورت كات جايبينها من حد تقدروا تعملوا لها امبورت من خلال الثلاث نقط دولت، تتكوا على امبورت بريسيت وتختاروا البريسيت اللي انتوا جايبينها من اي حد وتدوسوا اوبن، هتتنفذ معاكم على طول على البرنامج. نخش بعد كده في اول اختصار معانا واللي هي اداة الريزور. انا دلوقتي معايا الكليب ده على التايم لاين وعايز ابدا اقطع فيه، بدل ما اجي استخدم البليد مود وابدا اقطع بالشكل ده اللي انا مش شايف منه حاجه واللي هو مش سهل خالص، ابدا اتحرك بالبلاي هيد ده على المكان اللي انا عايز اقطع فيه وادوس حرف البي، هلاقيه قطع معايا الكليب من المكان اللي انا واقف منه. حتى لو معايا كليبين فوق بعض عايز اقطعهم هما الاتنين مع بعض، هاجي من غير ما احدد ولا واحد فيهم اضغط على حرف البي هيقطع لي الكليبين. وحتى لو معايا الكليبين فوق بعض وعايز اقطع واحد بس، اجي عليهم بالبلاي هيد واحدد اللي انا عايز اقطعه واضغط حرف البي هيتقطع معايا، سواء كان الكليب اللي فوق او الكليب اللي تحت. فعلشان اعمل الاختصار ده هاجي على دافينشي ريزولف كيبورد كاستمايزيشن واتاكد ان انا واقف على اول كوماندز، واجي في السيرش ابحث على ريزور، هلاقيه جاب لي الريزور. هبدا اضغط هنا واضغط حرف البي هلاقيه طبق الشورت كات. والاختصار ده هيبقى اسهل واسهل خصوصا لما ادمجه مع الاختصار رقم 2 واللي هو ستارت 2 واند 2. انا مثلا لو معايا الكليب ده على التايم لاين، تعالوا نغير اللون بتاعه عشان نشوف بشكل اوضح، نخليه مثلا برتقاني. انا لو عايز امسح الجزء اللي في الاخر ده واخلي الجزء اللي في الاول ده، بدل ما اجي اضغط على اداة البليد واقطع حد الجزء ده وامسح، لا تعالوا ندوس كتر زد، اجي بالبلاي هيد على الكليب اللي انا عايزه ادوس حرف الان، هلاقيه مسح لي الجزء اللي في الاخر وخلالي الجزء اللي في الاول. وهكذا في اي كليب انا عايز امسح الجزء ده واخلي الجزء ده هدوس حرف الان، وهلاقيه حتى ضم لي الكليبات اللي بعده على الكليب اللي فاضل، مش هحتاج امسح مسافات. ونفس الكلام لو انا عايز امسح الجزء اللي في الاول ده واخلي الجزء اللي في الاخر، اضغط حرف الفي هلاقيه مسح لي الجزء اللي في الاول ويخلالي الجزء اللي في الاخر وضم لي الكليبات عليه. والاختصار ده بعمله من دافينشي ريزولف كيبورد كاستمايزيشن. اتاكد ان انا واقف على اول كوماندز واكتب في السيرش اند 2 واجي على ريبل اخليها حرف الان وابحث عن ستارت 2 واجي على ريبل اخليها حرف الفي، وبعد كده ادوس سيف. ولو انت مثلا قلت له انا عايز اعمله على حرف الفي وكان عندك امر تاني معمول على حرف الفي، مثلا تعالوا نلغي حرف الفي ده وادوس حرف الكيو، هلاقيه بيقول لي ان انا عامل اختصار تاني لحرف الكيو. لو ضغطت على الساين وضغطت على المثلث الاصفر ده هلاقيه ظهر لي هنا بيقول لي حرف الكيو انا بستخدمه في ايه، بيقول لي في الايديت تايم لاين انا بستخدمه ان انا افتح الاوبن انفيوجن بيج، وفي الابلكيشن بستخدمه ان انا اعمل ستارت تو بلاي هيد اللي احنا شرحناها. فانا اجي اضغط على ستارت تو بلاي هيد هلاقيه جاب لي الاختصار من هنا، اقدر الغيه او اخليه. واجي اضغط على اوبن انفيوجن بيج هلاقيه جاب لي الاختصار هنا، اقدر اشيله او اخليه. علشان لو انت اخترت اي زرار من الكيبورد ولقيت معمول له امر تاني تقدر تلغي الامر التاني وبعد كده سيف. انا هرجع هنا وهاجي على ستارت 2 هخليها حرف الفي، وبعد كده ادوس سيف عادي خالص وادوس كلوز، والامر هيبدأ يتطبق معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهيسهل عليك الشغل وانت بتقطع وانت بتظبط الكليبات بتاعتك. الاختصار رقم 3 معايا واللي هو الت زائد في. انا دلوقتي معايا الكليب ده عملت له شويه كاستمايزيشن، مثلا زودت الزوم، غيرت البوزيشن، غيرت الروتيشن، غيرت البيتش، مثلا غيرت الكروب، وعايز انسخ الاعدادات ديت اعملها على الكليب ده برضو هو كمان والكليب ده والكليب ده. فانا اقدر اجي احدد الكليب ده واضغط كترل سي، واجي على الكليب ده اضغط الت زائد في
هلاقيه فتح لي النافذه ديت، واقدر احدد منها ايه الحاجات اللي انا عايزه تطبق على الكليب التاني وايه الحاجات اللي انا مش عايزها. مثلا تعالوا نلغي من هنا الروتيشن ونخلي بقيه الحاجات وادوس ابلاي، واجي اشوف الكليب ده هلاقي الحاجات متنفذه عليه والروتيشن مش معمول. اقدر اتحرك في الروتيشن زي ما انا عايز، ولو عايز برضو اعمل على الكليب ده اقدر اضغط الت وفي ومثلا اسيب كل حاجه زي ما هي وادوس ابلاي، هلاقي كل حاجه اتطبقت نفس الكليب ده بقت في الكليب ده، واقدر انسخهم على كل الكليبات اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه. حتى لو انا عامل تسريع للفيديو اقدر انسخه واحطه على فيديو تاني. تعالوا نعمل تسريع للفيديو ده كده، وادوس على كاترل سي واجي على الفيديو ده الت وفي واحدد الري تايم افكت وادوس ابلاي، هلاقي التسريع حصل معانا زي ما انتم شايفين علامة التسريع هنا اهيت، والتسريع متطبق بنفس القيمة، هنا 290 وهنا 290. الاختصار رقم 4 معانا واللي هو دبل كليك. انا لو عايز انسخ الكليب ده بدل ما اجي ادوس كاترل سي واحرك البلاي هيد وادوس كاترل في واحرك البلاي هيد مثلا هنا وادوس كاترل في، لو انا عايز اعمل كذا نسخة اقدر افضل ضاغط على زرار الالت واسحب الكليب معايا كده بالشكل ده، هلاقيه عمل لي منه نسخة تانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقدر اعمل عدد نسخ لا نهائي من الكليب كده طول ما انا ضاغط على زرار الالت وبسحب في الكليب. واقدر كمان اعملها في الصوت. تعالوا نجيب صوت من هنا مثلا، اي صوت، لكن نقفل الصوت من هنا. تعالوا نضغط على الت واسحب الكليب معايا يعمل له دبليكيت على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاختصار رقم 5 واللي هو المفضل عندي واللي هو البلاي باك سبيد. لما اجي اتفرج على فيديو في اول المونتاج ببقى عايز اشوف الفيديو بيتكلم عن ايه، وابقى عايز امسح الحاجات المتكرره والكلام اللي انا مش هاخده. فانا بدل ما اجي اشغل الفيديو بالشكل ده ويشتغل بسرعته الطبيعيه، انا اقدر اجي ادوس على حرف ال هلاقيه اشتغل عادي، ادوس عليه كمان مره هلاقيه اشتغل اكس 2 هتلاقيها هنا جنب السهم ده، لو دوست تاني هلاقيه اشتغل اكس 4، ولو دوست تاني هلاقيه اشتغل اكس 8 واكس 16 واكس 32. ولو انا عايز اتفرج على الكليب بالعكس اقدر ادوس على حرف الجي هلاقيه يشتغل معايا بالعكس، ولو دوست تاني هلاقيه اكس 2، ولو دوست تاني هلاقيه اكس 4 وهكذا. واقدر ادوس على حرف الكي هيوقف لي البلاي هيد او هيعمل لي بوز، وادوس على المسطره هلاقيه رجع يشتغل معايا تاني، وادوس على حرف الكي هيعمل لي بوز. حرف ال هيمشي لقدام ويسرع لو انا اتكيت عليه كذا مره، حرف الجي هيمشي لورا ويسرع لو انا اتكيت عليه كذا مره. ودول مش هتحتاج تعمل لهم كاستمايزيشن، دول هتلاقيهم في الديفولت سيتنج بتاعه برنامج دافينشي. الاختصار رقم 6 معانا واللي هو ديليت جابس. لو معاك كذا فيديو على التايم لاين، تعالوا مثلا نقطع الفيديو ده ونمسح الجزء ده كده كده، فانا هلاقي عندي فراغات كده ما بين الكليبات. اقدر ادوس على زرار واحد اللي هو رقم 0 هيبدأ يمسح لي كل المسافات الفاضية، وده لازم تعمل له كاستمايزيشن زي ما قلنا دافينشي ريزولف كيبورد كاستمايزيشن. اجي ابحث على ديليت جابس اخليها رقم 0 وادوس سيف وهيتطبق معايا على طول. الاختصار رقم 7 معانا واللي انتوا فعلا شفتوني بستخدمه في الفيديو واللي هو كاترل زائد ار، وده بتستخدمه لو انت عايز تعمل تسريع للفيديو بدل ما تيجي تدوس كليك يمين وتختار ري تايم كنترول وبعد كده تغير سرعة الفيديو بتاعك بالشكل ده. انت تقدر تيجي تضغط على الفيديو وتدوس كاترل ار هيتفعل الري تايم كنترول وتقدر تعمل سبيد تشينج زي ما انت عايز بكل سهولة. الاختصار رقم 8 معانا واللي هو نيو كومباوند كليب. انا لو معايا فيديوهين على التايم لاين بالشكل ده وعايز اخليهم فيديو واحد، اقدر اجي احددهم كده واضغط كليك يمين نيو كومباوند كليب وادوس كرييت، هلاقيهم بقوا معايا في فيديو واحد. اقدر اتحكم فيهم بشكل جماعي لانهم بقوا فيديو واحد، لكن بدل ما اجي اضغط كليك يمين تعالوا ندوس كنترول زد كده عشان نرجع. اقدر احددهم كده وادوس حرف الدبليو وادوس كرييت الاقيه عمل لي الكومباوند كليب. وده بتلاقيه في دافينشي ريزولف كيبورد كاستمايزيشن، تبحث على نيو كومباوند كليب وتغيرها لحرف الدبليو مثلا. انا ده الحرف اللي انا بستخدمه، وزي ما قلت لو حرف الدبليو ليه امر معمول قبل كده هتلاقي جنبه مثلث اصفر كده، تضغط على المثلث هتلاقيه بيجيب لك هنا الدبليو ده بيستخدم في ايه تاني، تقدر تضغط عليها وتروح تمسح الامر اللي معمول به الدبليو ده وبعد كده تدوس على سيف. وبس كده، دي كانت اكتر
8 شورت كات انا بستخدمهم بيسهلوا عليا الامور جدا. طبعا في شورت كات انت شفتوه في نص الفيديو اللي هو ازاي تعمل اوبن انفيوجن بيج باستخدام حرف الكيو، تقدروا برضو تعملوه من خلال الكيبورد كاستمايزيشن. ده هيسهل عليكم بدل ما تيجوا تدوسوا كليك يمين اوبن انفيوجن بيج او تقفوا بالبلاي هيد وتضغطوا على صفحة الفيوجن عشان يدخلكم على الفيوجن. لا، انتوا تقدروا تعملوها باختصار برضو. ده كان فيديو النهاردة، متنسوش اللايك، متنسوش الاشتراك، وسلام عليكم.